النهارده هنتعرف ازاي صممت شكل الفناجين دي على بلندر. اول حاجه بحدد الكيوب اللي عندي وبدوس حرف الاكس ديليت، بعدين بدوس شيفت A ومش بختار، باجي عند اد سلندر وبخلي الفيرتسز من 32 ل40، بعدين باجي ادوس حرف الاكس من هنا، وبعدين وانا محدده عندي الاسطوانه دي بدوس زرار تاب من الكيبورد او من اوبجكت مود بحدد edit مود، باجي ادوس الت زد بحدد الجزء اللي تحت بس وارفعه فوق سنه بسيطه واتاكد ان انا في اتجاه الزد، بعمل سكيل حاجة بسيطة صغيرة، بعدين كنترول بي وبرفعها لفوق، هاجي ادوس بلس على الكيبورد او من هنا اختار رقم 3، باجي بحدد الجزء اللي فوق وبلغي الالت زد او من هنا بدوس على الشفافية وبلغيها، هاجي ادوس حرف الاي وبعدين حرف الاي واتأكد برضو ان انا في اتجاه الزد، هاجي لتاني حاجة اعملها وهنا احدد هنا الادجز دي شيفت بي عشان يعملها لي زوم اكتر، وبعدين حدد ده وحدد الجزء اللي جنبها الت شيفت وادوس كنترول بي واخليها انسيابية كده، وهنا السيجمنتس عندي رقم 4، هاجي ادوس كليك يمين واخليها سموث اكتر، بقت عندي بالشكل ده. هاجي اعمل اليوفي اديتنج هو عشان احط فيها شكل الرسمة اللي عندي او الصورة اللي هحطها على الفنجان بمعنى اصح. هاجي هنا وانا محددة برضو الاتشز واحدد جزء واحد واحدد اللي تحته واحدد كمان الجزء اللي تحته، باجي ادوس حرف اليو واختار مارك سيم، بعدين اجي ادوس حرف الاي وهنا برضو ادوس حرف الاي وادوس حرف اليو انراب، هنا هاجي عند اخر حد انا وصلتله بحدد الجزء اللي تحت برضو alt shift، وبعدين هاجي ادوس حرف اليو مارك سيم وهنا ادوس حرف الاي وحرف اليو خليها unwrap، اطلع فوق شوية واشوف الحد اللي انا وقفتله alt shift واحدده كله نفس الكلام. طيب هنا عندي بقى الشكل ده الكيرف هو ده الشكل اللي انا هحط عندي الصورة، الدوائر دي انا مش هحط فيها الصورة هخليها لونها ابيض سادة، فالحقيقة انا مش بحب اشتغل عليها وهي بكيرف، انا بحب اعملها وهي مستقيمة، فبعمل ايه؟ بحدد الجزء اللي تحت دولت وادوس SY وادوس رقم 0 وبعدين اقول له انتر، حدد الجزء اللي فوق SY رقم 0 واقول له انتر، بعدين حدد بقى العكس SX 0 انتر شيفت SX 0 انتر، باجي هنا بحدد الفيسز وبعدين بحدد دي اللي انا عملت عليها التعديلات بس وادوس حرف ال عشان يحددها لي بس هي دي، كليك يمين واختار الاختيار التاني فول اكتيف كوادز وبيخليها لي مستقيمة بالشكل ده، باجي ادوس من الكيبورد R 90 درجة واقول له انتر، باجي ادوس هنا حرف الجي بيرفعها لي شوية، بسحب الدوائر اللي عندي دي بعد ما بحددها طلعها بره المربع ده، وبعدين هاجي هنا عند الشيدنج واقول له نيو وبحدد الجزء ده وبقول له كنترول تي عشان ينزل لي المربعات دي، باجي هنا بقول له اوبن واحدد الصورة اللي عندي. انا عندي ال3 صور دولت هعملهم باشكال مختلفة. طيب تمام ما تقلقوش من شكلها، بس هي مبدئيا محتاجة تصغر شوية ومحتاجة يتعدل عليها كذا جزء. هاجي هروح عند اليوفي اديتنج وادوس حرف الزد من الكيبورد واخليها ماتيريال بريفيو، صغر ده، بحدد عندي المستطيل ده واقول له اس في اتجاه الاكس واسحبها شوية برضو في اتجاه الاكس، اس في اتجاه الواي عشان يطولها لي، وبرضه هقول اس في اتجاه الاكس. هاجي بحدد بقى هنا الفيسز اللي عندي دي من هنا بدوس رقم 7 من الكيبورد وبحدد الجزء ده كله، تحدد لي بس التوب فيو، هتأكد ان انا محددة بس الجزء اللي فوق،
باجي هنا عند البلس دي بعدين ادوس نيو ومنها بختار اللون الابيض واقول له assign. تمام، ده بقى الشكل اللي فوق. هاجي اكرر نفس الموضوع عند الشكل اللي تحت. وبس كده الفنجان عندي خلص وبقى شكله واضح. انتوا لو عايزين تكرروها هتكرروها عند اشكال تانية كتيرة زي دي. هاجي اعملها شيفت دي وبعدين هاجي هنا عند الايديت مود احدد دي وادوس هنا، احدد هنا دي برضو او من هنا واجي ادوس اوبن واختار صورة جديدة. هروح عند اليو في ايديتنج واعدل فيها. وبس كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.